كبير. مهم نخلطوا هذيك الزبدة مع البسكوي. هنا نزيد الكمية تاع الزبدة ونخلطو مليح حتى هذاك البسكوي يتخلط مع الزبدة مليح. نخلطو حتى يولينا بهذا الشكل. ومن بعد نجيب المول. انا عندي هذا المول تاع تشيز كيك، هذاك اللي تفتح، ونوزعو هذيك الكمية تاع البسكوي. ومن بعد نجيبو ملعقة ونضغطو على هذاك البسكوي، و en même temps تسويه مليح. لازم تسووه باش يجيكم الشكل في النهاية، يجيكم متحوف ومتقون كيما هاك. ومن بعد هذا المول نديرو في الفريغو يبرد. نديرو في الفريغو. هنا عندي ماء بارد، وعندي هذو الاوراق تاع الجيلاتين. بالنسبه للاخوات اللي يسكنوا في فرنسا هنايا ما يبيعوش الجيلاتين اوراق حلال. الوغ نكوموندي فيهم من امازون، تشروهم من امازون، كاينين جيلاتين حلال. احنا نديرو 3 ورقات جيلاتين في الماء البارد. لازم يكون الماء بارد، وتخليهم يرتاحوا في هذاك الماء البارد حتى تشوفيهم يولوا يطلقوا هذاك الورق، يتبدل الشكل تاعهم. 3 ونخلوهم. ومن بعد نجيب الكيوي نقطعوه دي مورسو هاك. دي مورسو ورايحه نرحيهم. دركا نرحيه. بعد ما رحيتو نزيد له ملعقه كبيره سكر ونخلطو باش يجينا شويه الحلو حتى يولي لنا هاك. ومن بعد راني رايحه نديرو فيه نار، ولازم تكون هذيك النار هاديه بهذا الشكل حتى يتبدل اللون تاعو، ونحوه خلوه يبرد. هنا عندي الكريمه هذه، عندي 25 سليلات ودرتها في هذا البول. ولازم يكون البول دايرتيه في الفريغو من قبل، ومن بعد ديري فيه الكريمه تاعك 25 سليلتر. وراح نضربها دركا حتى تولي لي تطلع مليح، تولي كريم. هذه الكريم كي تضربيها راهي تولي كيما هاك. دركا نحبس تولي بهذا الشكل. ومن بعد نجيبو 280 غرام فرomاج كيري، وتخلطيه حتى يولي لك كريمه كيما هاك. تخلطيه مليح حتى يولي كريمه. ومن بعد نزيدو عليه هذيك لا كريم اللي ضربناها، 25 سليلتر كريم اللي ضربناها، ونخلطو كاع مع بعض حتى يتخلطوا مليح. خلطوا مليح بهذا الشكل حتى تشوفيه تخلطوا مليح.
ومن بعد نزيدو له هذاك الكيوي اللي خليناه يرتاح. بالنسبه للكيوي هذاك اللي طيبناه، راني درت له ملعقه تاع عصير الليمون مع الجيلاتين، هذوك 3 ورقات زدتهم في الكيوي. صافي كو درنا الكيوي مع 3 ورقات جيلاتين ومع ملعقه عصير الليمون، وتخلطي هذوك المكونات مع بعض. انا دوك ندير الكميه كامله، يعطينا هذاك الجو تاع الليم مع الكيوي هايل، سورتو كي يبرد. هايله وصفه، جربوها. كيما هاك تخلطي مليح، ومن بعد نجيبو المول تاع اللي درنا فيه البسكوي وبلي برد، خرجوه من الفريغو، يكون هذاك البسكوي يحكم روحو، ونديرو هذيك الكميه فوق البسكوي هذاك. ومن بعد نسووهم مليح باه يكون الشكل تاعكم متقون وهايل في النهايه. وندخلوهم الفريغو يبردوا لمده ساعه، تخليه يبرد ساعه في الفريغو كيما هاك. نسووه بهذا الشكل، نخبطوه شويه هاك. ومن بعد رايحين نخدموا الجيلي تاعنا. نديرو عندنا سكر وعندنا الليم وعندنا جيلاتين. نديرو فيما بارد كيما هاك. ندير 3 ورقات ونص، 3 ورقات ونص. كيما هاك ونخلوهم. ومن بعد عندنا هنايا ربع كاس سكر، ربع كاس سكر مع 3 ملاعق كبار عصير الليمون مع كاس ماء، كاس ماء. نخلطوا الماء مع السكر مع الليم. نديروا السكر، نديروا عصير الليمون، ونديروا الكاس تاع الماء. خلطوهم مليح، ومن بعد نديروهم في النار يقلوا شويه حتى يذوب هذاك السكر، ونديروهم في بول وهما سخونين كيما هاك. من بعد نعصر هذاك الجيلاتين، نعصرو مليح، نحيلو قاع الماء تاعو. كيما هاك. ومن بعد نديرو الجيلاتين هذاك في هذاك السيرو، ونخلطو حتى يذوب الجيلاتين، يذوب الجيلاتين في هذاك السيرو. نخلطو مليح ونخلوه. بعد ما نخلطو نخلوه يبرد. راني نخلط مليح حتى يذوب باش ما يخليليش هذاك الكتل فيه. ومن بعد نقطع الكيوي هذه باش ندير بها لا ديكو، نقطعها بهذا الشكل، ندير مثلثات هاك كيما هاك، نقطعها بهذا الشكل. ومن بعد نفتحها كيما هاك حتى تعطينا هذا الشكل. ومن بعد نقشروها ونحولها هذيك لاباز
قشروها مليح. حتى يولونا بهذا الشكل كما هاك. ومن بعد نجيبوا التشيز كيك تاعنا ونجيبوا فانيلا جولي، يكونوا قاع بردوا كيما هاك، نقدروا نستعملوهم وهما باردين. نستفوا هذا نديروا الكيوي فوق تشيز كيك. تستفوه كيما هاك، تحبوا تستفوه كيما الشكل اللي تحبوه. انا خيرت هذا الشكل كيما هاك. ونديروا لاجولي تاعنا فوقه، ولازم نديروه بالعقل باش ما نفسدوش الشكل التحتاني هذاك، الطبقه التحتانيه. نديرو هاك. كي نديرو هذاك لاجولي كامل نديروه في الفريكو ربع سوايع، حتى ربع سوايع والفوق تقدروا تبيتوه في الفريكو فاني حتى وين تحسي هذاك لاجولي شد روحه مليح. فوالا لي في هذه الوصفة تاع تشيز كيك، واللي عجبتها الوصفة تفرحني بجيم ولا كومنتير واشتراك، وربي يحفظكم.